قبل ما اوريكم انا عايز اعمل شنو في رمضان واحطم الارقام القياسيه في الميديا، طبعا الحاجه دي ما حتحصل الا بدعمكم. حنفجر الميديا مع بعض. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. رمضان كريم وينعاد علينا وعليكم بالصحه والعافيه. ربنا يحفظ لنا كل الاحباب، وان شاء الله السنه الجايه نجاحات في نجاحات ونحطم ارقام مع بعض. اولا التحدي كالعاده، انزل ما لا يقل عن 15 حلقه في اليوتيوب. في شهر رمضان حنقلل من المقاطع بتاعت الريلز سواء كانت في تيك توك او انستغرام. وغالبا يا عزيزي المشاهد بما انه نحن في شهر رمضان حتكون قصص دينيه اكتر حاجه. والنقطه الثانيه برضه يا عزيزي المشاهد، لو انت عندك حساب في التيك توك او انستغرام وعايز الحساب بتاعك ينمو، ممكن تعمل كالاتي: تنزل المقاطع اللي انا بنزلها في اليوتيوب وتقص المقطع لانه حيكون طويل حسب المده اللي انت عايزها، وتنشر في حساباتك على السوشيال ميديا، وبالتالي بتكون جبت متابعين، ساهمت في نشر المقاطع بتاعتي ودعمتني، وفي نفس الوقت انت استفدت برضه. زائد لما انا اتكلم يا شباب في المواضيع الدينيه، قصص سواء كانت غزوه بدر، ايا كانت خالد بن الوليد، الرسول صلى الله عليه وسلم، ايا كان، ده ما بيعني انه انا انسان شيخ، انه انا انسان عالم بتاع دين، تمام؟ بتمنى ذلك، لكن ده ما بيعني كده. انا عملت كالاتي: بحثت ودورت وجبت المعلومه ونشرتها لك. اذا انا غلطت ده دين كويس، نحن ما بنهزر فيه، تمام؟ ممكن تكتب في التعليقات تقول رايك، تطلع في مقطع تنتقد، عادي جدا، انا ما حزعل من الحاجه دي، تمام؟ في النهايه غلط وانتشر ولازم يتعدل. شوفوا، انا ما يقدر اقول لكم اشتركوا، تمام؟ انا جاي اقدر اوريكم الحماس بتاعي، انه انا متحمس قدر شنو انزل حلقات في رمضان. وركزوا، المحتوى ما حيكون ديني بس، حنركز في اي حاجه بتجيب مشاهدات نحن بنخش فيها مباشر، تمام؟ وانه والله بكره رمضان وانا قاعد اصور في اول حلقه حتنزل بكره. يعني شوفوا الكميه بتاعت التعب اللي جايني، تمام؟ صناع المحتوى بيعرف انه انا حتعب قدر شنو، لانه حنزل حلقات وانا ما مجهز لها اساسا. اكتبوا لي عن قصص وعن شخصيات عايزين اتكلم لكم عنها عشان اجي اتكلم عنها. ولو في انسان فيكم بيعرف يصمم صور مصغره يتواصل معي في الانستغرام في الخاص، تمام؟ نتلاقى بعد بكره باذن الله تعالى.